السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأول مرة سارة بوجاد تخرج عن الصمت ديالها بخصوص عبد الله بوجاد. الكل وتفاصيل فضلا وليس أمرا. قبل ما نبدا معكم فيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة باش يوصلكم دائما كل جديد. الناس اللي كتسول فيا علاش زولتو تصاوركم وعلاش ما بقيتوش مع بعضياتكم واش بوز، غنجاوبكم هذه أول وآخر مرة، حيت ما من حقكمش تعرفوا باللي رحنا طلقنا. كاينين ناس اللي كعارفين هذا الشيء وكاينين ناس اللي مازال ما عارفينش، اللي هما المتابعين. واكيد هذا كلام ديال سارة بوجاد كتعلن على الطلاق ديالها، والناس اللي كيقولوا ليها جالسه في دارو ما تبقايش فيها، راه ماشي دارو وماشي حتى دار العائله. عافاكم، ما كرهتش ما نبقاش نسمع حتى شي حاجه عليه ولا شي حاجه خايبه من عندكم. بغيت الطاقه ايجابيه، الحمد لله هي بخير وعلى خير، وكتمنى لان الام ديالها كانت معها في هذه الظروف القاسيه اللي كتمر بها ساره، ولكن للاسف قدر الله ما شاء فعل. انا لله وانا اليه راجعون. حاجه وحده اللي كنتمنى من الله عز وجل هو انكم ندعيو الام ديالي في هذه العواشر بالرحمه والمغفره. نتوما العائله ديالي وانتوما السند ديالي وانتوما القوه ديالي اللي بقاوين، انا بخير وعلى خير وما تشغلوش بالكم عليا من هذه الناحيه، والحمد لله على كل حال. الله يسهل عليك والله يفرحك ان شاء الله، باش ما كتمناوش، باش كتعرفوا انا الغلط منين جاي. للاسف الفرحه ما كملاتش، ساره بوجد حتى طلقت، وهذه المره الثالثه، ثلاثه الوليدات من ام مختلفه. فهاد المره ما تاخذوا شي قرار حتى تكونوا متاكدين منه 100%، وهي ما خدات القرار الا وكانت صافي وصلت بها الهضم، كيف ما وقع البسمة بوصيل وغيرها وغيرها. فكيبان في السوشيال ميديا حاجة وفي الواقع حاجة أخرى. فالله يكون في عونكم يا ربي، والسلام عليكم. متنسوش الاشتراك بالقناة باش يوصلكم كل شيء.